یەکەم ڕوبەڕووبوونەوەی سەربازی دژ بە هێزەکانی ئەمریکا لە شاری فەلوجە ڕوویدا. أخذنا كتاب من الأمريكان إنه نجمع الجثث. دواتر گواسترایەوە بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق بە تایبەتی مدينة الصدر لە باغدا. كنت خالد صاروخ مال قاذفة ضربت بها حتى همر. سونەکان بازی شەڕی دژ بە ئەمریکایاندا، ئاواری و کوژران و بێسەر و شوێن بوونی هەزاران کەس ئەنجامەکەی بوو. كل ما يكبرون يكبر همهم أكثر. شیعەکان لەسەر دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق هەڵوێستی جیاوازیان هەیە. السبل الدبلوماسية لم تنفع. الأمريكان اختاروا لغة الحرب. کورد هاوشێوەی 2014 مەترسی دەکاتە ڕوو. لە بەرژەوەندی هەموو لایەکە ئەو هێزانە بمێننەوە تا داهاتوویەکی دوور. هێزەکانی ئەمریکاش لەژێر بیانووی کۆتایی هاتنی داعش بەردەوام بنکە و بارەگاکانیان لە عێراق کەم دەکەنەوە. منذ عام 2003 حقيقة فوجئ العراقيون باحتلال العراق من قبل الأمريكان، لأنه حقيقة لم يكن يخطر في بال أحد أن العراق بهذه السهولة يتم احتلاله من قبل الأمريكان. سونەکان باوەڕیان بەوە نەدەکرد کە حکوومەتی بەعس ڕووخاوە. یەکەم ڕوبەڕووبوونەوەی سەربازیان لە فەلوجە دژ بە هێزەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2004 ئەنجامدا. المعركة بدأت استهداف الأرتال العسكرية قبل ما تكون معركة اللي هي الخناق على المدينة. بعدين قام يصير قصف، فأتت قصف على العوائل. بدأت المدينة يوم عن يوم تتهجر إلى المناطق المحيطة بغداد وغيرها، بدأت تفرغ. بقوا الأبطال الذين قاتلوا الأمريكان هم من أهل المدينة فقط، هم الذين صدوا لهذه المعركة الشرسة. فكانت معركة بحق أن تكون معركة بدرية كما نسميها، وأنا عشتها كمتطوع. كنت مسعف وأكفن الشهداء فقط. كان عندي كية وإحنا المتطوعين 5 6 بأمر أخذنا كتاب من الأمريكان إنه نجمع الجثث. بالمعركة الأولى هذا كان ملعب كرة القدم، ولكن المقبرة خارج مدينة الفلوجة، ما يقدرون خارج مدينة الفلوجة تحيطها أمريكان، فما يقدرون يودون الشهداء هناك. فارتأت الوجهاء وأهل المدينة في ذاك الوقت أنه يختارون هذا الملعب. شکستی هێزەکانی ئەمریکا لە شەڕی یەکەمی فەلوجە بووە هۆکاری گواستنەوەی ئەو جەنگە بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق. ندافع عن أرضنا وعن مقدساتنا.
شەڕ و ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا گەیشتە ناوچە شیعیەکان بە تایبەتی نەجەف و مەدینەت الصەدر لە بەغدا. هاي السرية الاستشهادية الحلف نوى سيد مقتدى الصدر بالقرآن قاتلنا المحتل الأمريكي وقاتلنا الإصبان. هذا أني الرجال، رجال قذاف، يعني قذاف مو هسه من زمان يعني. هاي هنا شارع الطوسي، هنا شوي جماعة تقول له راح أطبن على الدبابة أضربها هاي الأمريكية. وهاي القاذفة شنو القاذفة هاي؟ كان سلاحنا روسي وقديم، ها بالستينات هذا السلاح ترى مصنوع، مو حديث مثل هسه السلاح هاي، رغم ما هاي سوينا بالامريكان اديناهم يعني اديناهم، خذينا حتى من عندهم دروعه، خذينا سلاح عتاد. السلام ورحمة الله سيدنا، شلونك؟ ان شاء الله زين. ئەحمەد کاظم بەشداری هەردوو شەڕی نەجەف و مەدینەت سەدری کردووە، یەکێک بووە لە داواکراوەکان لەلایەن هێزەکانی ئەمریکا. شاركنا 2004 من انسحبنا من النجف. شاركت بنفس القتال ونفس السلاح العدي، قاذفة عندنا نظامها بالبيت، ترى بالبيت عندي قاذفة هي سلاحي. اجتنا الامريكان على شارع القيارة، اجونا على كسرة وعطش، هم ما قدروا. انا وياي ولد وياي من جماعتي من جيش المهدي طلعنا على العورة، شاركنا هم بقتال العورة، كملنا. هذا المركز مال الشارع مالنا مال قيارة، هو صار فيها وكان يدخل صاروخ مال قاذفة، ضربت بها حتى همر. الهمر ضربته وين؟ ضربته هناك بالمركز مال الشرطة هذا مالنا مال قيارة. هنا ما صارت هنا ظلينا نطب جوا، نختل بالسوق بالبساطي، نخلص من الامريكان، كانت يقاتلونا على الشارع من هناك العام. نصب هم عباس صارت عندنا عليهم، وصار قتال هواي بها، هم عندنا عناصر بيستشهدوا من جيش الامام المهدي. بالنجف هم نفس الشيء، من تقدمنا على الامريكان هم رجعوا الديوره. هاي هنا هم نفس الشيء، امتهنين ونصبنا كمائل للامريكان. وهاي انعرضت هم صور علي بان انا مطلوب للامريكان. لە ساڵی 2008 هەردوو حکوومەتی ئەمریکا و عێراق ڕێکەوتنامەیەکی ئەمنیان واژۆ کرد بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق، جگە لە ڕاهێنەران و شارەزایانی سەرباسی. نوری مالیکی سەرۆکوەزیرانی ئەو کاتی عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە دۆخی عێراق سەقام گیرە و بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا مەترسی دروست نابێت. الوضع الأمني متين ويزداد متانة في كل يوم في العراق بتلاحم الأجهزة الأمنية والقوى السياسية والشعبية، وحينما يكون الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية سوف لن يتأثر الوضع الأمني في العراق. بعد ذلك استجد وجودهم بدعوة من السيد العبادي، ولكن المفاجئ في الأمر أن هذه الدعوة هي دعوة شفهية ليس فيها أي طلب قانوني وليست لها أي ملامح مرسومة لهذا الوجود. لدينا اتفاقية بين الدولة الأمريكية، أكرر الدولة الأمريكية والدولة العراقية، لا مسألة بايدن ولا نور المالكي ولا السوداني ولا غيره، دولة إلى دولة. إذا تم إلغاء هذا العقد من أحد الأطراف من الدولة العراقية أو الدولة الأمريكية، إذا تم إلغاء الانسحاب منه، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول 25 سنة. يجب أن نقول أن أحزاب السلطة الشيعية الإسلامية تعلم يقينا أن الاتفاق الاستراتيجي الذي سوط عليه في البرلمان العراقي واللي وقعت عليه الدولة العراقية أحد بنوده ما سبق من اتفاقات ونقاشات وأحاديث. هذه الأرشيف
هو جزء من الاتفاق. پاش چەند ساڵێک کاریگەری کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەرکەوت. دروستبوونی بۆشایی ئەمنی لە چەند ناوچەیەکی عێراق بوو بە هۆکاری دەرکەوتنی داعش. ئەو گروپە لە ماوەیەکی کەمدا 3/1 خاچی عێراقی داگیر کرد کە لە 90 شار و ناوچە سونیەکان. هەر بە بیانووی ڕوبەڕووبوونەوەی داعش حەشدی شعبی پێکهێنرا. ئەو هێزە کە زیاتر لە 70 گروپی لە خۆ دەگرت ڕەوانەی ناوچە سونیەکان کرا. زۆری نەخایەند سونەکان گەیشتن بەو بڕوایی کە ئەوەی ڕوویدا لە ناوچەکانیان باجی شەڕی دژ بە ئەمریکا و کشانەوەی هێزەکانی بوو لە عێراق. تغيرت وجهة نظرنا. نعم، أمريكا هي المحتل الأول للعراق، وهي من سلمت العراق إلى جهة أجنبية معروفة، وهي التي سببت الفوضى التي يعيشها العراق منذ عام 2003 حتى يومنا هذا. ولكن إذا ما قارنا بين الاحتلال الأمريكي وبين الاحتلال الإيراني نجد أن هناك فرقا شاسعا بين الاحتلالين، ذلك لأن الاحتلال الأمريكي احتلال مصلحي ومؤقت، هدفه الثروات، المعادن، هدفه الجانب المادي بشكل مختصر. أما الاحتلال الإيراني فهو احتلال عدم أو وجود. ئێرە شارەدەی سەقلاویەیە کە دەکەوێتە ڕۆژاوای شارۆچکەی فەلوجە. گروپە میلیشیاییەکان لە شەڕی داعش لە یەک ڕۆژدا نزیکەی 400 پیاوی ئەم شاردەیەیان بە مەبەستی لێپێچینەوە دەستگیر کرد. ئەسما محەممەد هاوژینەکەی لە نێو گیراوەکاندا. ئەو خاوەنی 5 منداڵ نزیکەی 8 ساڵ بەسەر ئەو ڕووداوەدا تێپەڕیوە، بەڵام هیچ کام لەو گیراوانە سۆراغیان نییە و کەس نازانێت زیندون یان مردوو. ئەسما ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکانی کەوتۆتە ئەستۆ. احنا من طلعنا من هنا تلقتنا قوات اخذتهم، عزلة الزلم محد والنسوان اخذوهم محد. قالوا تروحون تلقوهم 3 أيام يدقوا لهم حاسبات ما عندهم شيء يطلعون. لحد الان ها صار لهم 7-8 سنين لحد الان ماكو لا خبر ولا احس عليهم. ما يخالف حتى لو ما يطلعون، بس يعني نروح السجناء ونشوفهم قدام عيوننا. بس نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ينتقم من عندهم لأخذوهم. عادلە جاسم داپیرەی ئەم منداڵانەیە، 3 کوڕی لە نێو گیراوەکاندایە. ئەو باس لەوە دەکات کە چەندین جار بەڵێنی چارەنووسی منداڵەکانی پێدراوە، بەڵام دواتر ڕاست دەرنەچوو. 3/6/2016 مخطفة أولادي ال3. اي وهاي جهيلهم هسه انا جاي نعول بيها، واحدة عندها 5 وواحد عندها 2 والآخر عزب. وأبوهم من راح نظل يهز عليهم إلى ما حط راسه ومات. مأوى ما عندنا. ثاني هسه احنا قاعدين هذا البيت مثل ما تقول مأجرين وقاعدين به. يجون هذول اللي يرشحون واحنا وانتخبونا واحنا عين عيونكم وشوفوا ليدكم، احنا نشوف هاي الجهل شو تريد ما تريد، والله ما حد يطب علينا. احنا هسه انا مثل ما تقول منظمه لا شيء، ما حد يطب علينا.
لە شەڕی تایەفەگەریەوە تا ئێستا نزیکەی 50,000 سوننە بێسەر و شوێنن. ئەرەوەیە کە سوننەکانی ترساندووە. پێیان وایە بە کشانەوەی ئەمریکا جارێکی دیکە شەڕ و وێرانکاری ڕوو لە ناوچەکانیان دەکات. نتمنى إن شاء الله ولت الحروب ولت لأن أخذنا ما نستحق. اللي يجي يتعدى علينا بعد مرتلخ ما نظل قاعد، احنا ما نطلع من بيوتنا إن شاء الله. تهجرنا وما به الكفاية، صدق كان تهجير قصري مو احنا رايدين. پاش نزیکەی 17 ساڵ ئەحمەد کازم جارێکی دیکە ئامادەیە بۆ شەڕ دژ بە هێزەکانی ئەمریکا. ئەو تەنها چاوەڕوانی فەرمانی مقتدا صدر. ذلك واضح جدا من سير الحضارة ضد المحتلين الامريكي الغاشم على اراضي السيد القائد مقتدى صدر. احنا تحت ذبته يعني جنود او وياه واما ارجع اكرر عهد وياه واحلف بالقران ضد المحتل. الله اكبر بحول الله وقوته. بكل الامور طاعة وللسيد القائد عندي، بكل الامور اوافق على قتال. شي يريد مظاهرة، يريد طاعة، شي يريد نقعد نقوم. احنا اهم شيء عندنا مقتدى الصدر. سنة همان هەڕی شیعیان کرد. شیعە لە 1920 دیژی هێزەکانی بەریتانیا وەستانە و شەڕیان کرد کاتێک هاتنە عێراق. دوایی شیعە بۆ خۆی پەشیمان بووە. سنەش هەمان هەڵەیان کرد دوای پرۆسی ئازادی عێراق دژی هێزەکانی ئەمریکا وەستانەوە 2003 بدواوە. بەڵام دوایی بەیان دەرکەوت کە هەڵەیەکی استراتیژی یەکجار گەورەیان کردووە. بۆیە ئێستا ئەوانش لەو بڕوایدان کە بوونی ئەمریکا بەگشتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق لە هەرێمی کوردستان بەرژەوەندی گشتی خەڵکی تێدایە. پاش کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی داعش، گروپە شیعیەکان ڕووی تفەنگەکانیان کردە هێزەکانی ئەمریکا. ئەمریکاش بۆ دوورخستنەوەی مەترسی لەسەر هێزەکانی دەستی بە کەمکردنەوەی بنکە و بارەگاکانی کرد لە عێراق. بەڵام بیانوەکەی ئەمریکا کۆتایی هێنانی شەڕی داعش. گروپە میلیشیاییەکان بەوەڕازی نەبوون داوای کشانەوەی تەواوی هێزەکانی ئەمریکایان دەکرد لە عێراق. تەنانەت ئەو سەربازانەش کە ئەرکی مەشق و ڕاهێنانی هێزە عێراقیەکانیان پێسپێردراوە. گروپەکانی حەشدی شعبی سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنن. بەشێک لەو گروپانە شەڕی سەربازیان دژ بە ئەمریکا ڕاگەیاندووە و دەڵێن سەرەتای دەستپێکی ئەو شەڕە لە ئان و ساددا. أعتقد أن الإمكانيات كبيرة ومتطورة الآن، وأعتقد أننا بإمكاننا أن نصل إلى تل أبيب، ولكن هناك حسابات معينة هي تحكم هذا العمل، ويمكن أن تمطر فصائل المقاومة القواعد التي يعني القواعد الأمريكية والتي يتواجد فيها الأمريكان بقواتهم القتالية، يمكن أن تمطرها بالصواريخ والمسيرات، ولكن المسألة هي يعني إرسال رسائل أكثر مما هي مواجهة حقيقية لاستهداف بشري. لا بد أن يفهم هذا المحتل أن هناك من يسهر على عدم وجوده. سەدرریەکان کە چەندین ساڵ شەڕی دژ بە ئەمریکایان کردووە و شانازی پێوە دەکەن، بەڵام ئێستا جیاواز لە گروپەکانی بەرەی مقاومەی ئیسلامی دەڕواننە دۆخەکە و دەیانەوێ بۆ دەرکردنی ئەمریکا فشاری سیاسی و مەدەنی بگیرێتە بەر. احنا دائما نطالب بغلق السفارة واخراج الامريكان من العراق، ولكن لا استجابة.
الناس الذين هم متسلطون على العملية السياسية لهم مصالح ولهم علاقات واتفاقات مع السفارة الأمريكية. بل اليوم واضح لجميع الشعب العراقي يعني بكل شرائحه مثقفيه بسطاء يعرفون أن السفيرة هي التي تدير العملية السياسية في العراق، هي التي تنصب وهي التي تطلب. نحن نطالب دائما، والسيد قال إذا لم يستجيبوا لنا تصرف آخر إن شاء الله في وقته. کورد ڕوونتر لە سونەت دەدوێ و مەترسیەکان دەخاتڕ. هیچ گەرەنتیەکیش نابینن لەوەی کە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا خراپتر لە ڕووداوەکانی 2014 ڕوونەدات. وەکو کورد وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانیش ئێمە دژی ئەو هێرشانەی دژی ئەو لایەنانەین کە دەیانەوێت ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستان و ئەمن و ئاسایشی عراقیش تێک بدەن، چونکە ئەوە بە هیچ شێوێک لە بەرژەوەندی گەلی هەرێمی کوردستان و گەلی عراق نییە و ئەوانە ڕەنگە خزمەتی بەرژەوەندی لایەن و خەڵقی تر بکەن، بەڵام بە هیچ شێوەیە خزمەتی بەرژەوەندی عراق و هەرێمی کوردستان ناکەن و بە ئاشکرا هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ڕاشکاوانە ئەم هەڵوێستی خۆی ڕوون کردوێتەوە دەری بڕیوە و داواش لە حکوومەتی عراق کراوە کە بە زووترین کات ئەو هێرشانە بووە سێنرێەوە نەهێڵرێ کە هێرش بکرێتە سەر هێزەکانی هاوپەیمانان لە چ لە عراق چ لە هەرێمی کوردستان. لن تنسحب أمريكا من العراق نقطة على السطر. هذا قرار استراتيجي أمريكي أكبر من الحكومات الأمريكية. هذا واحد. واثنين، هناك اتفاقيات. ثلاثة، هناك مصالح. أما بالنسبة لكردستان، كردستان تعاني من حقيقة أنها مطوقة بالأعداء، مطوقة بالقلق والخوف. إيران، تركيا، الحشد الشعبي، الميليشيات، الغضب العروبي القومي الفاشي أو الشوفيني. كردستان مطوقة، وبالتالي الكل يخشى كردستان لسبب بسيط: إذا تحررت إرادة سياسية في كردستان وهذا النمو وهذا الازدهار يستمر، ماذا يقولون في بغداد؟ خشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە فشاری گروپە میلیشایەکانی ناوخۆیی و دەرەکی حکوومەتی عێراقی خستۆتە دۆخێکەوە کە ناتوانێت هیچ هەنگاوێکی کردەیی بنێت، توانای بڕیاری سیاسی و ئەمنیەکانیشی لەدەست دەرچووە.